راح نسوي فيديو بسيط جدا عن جهاز سوكيا 550 توتال ستيشن. تمام. انا معايا الفيديوهات السابقة اللي هي عن تثبيت الجهاز وتشغيله، لكن انا اديكم الحين من البداية. تمام. بعد توزيع الجهاز على الحامل الثلاثي وتركيبه على الحامل الثلاثي، معك حاجات بسيطة ومهمة جدا. معك مسمار التسوية، هذا الحركة الأفقية. تمام. ومن هنا ينفتح ويتغلق علشان يتحرك معك الجهاز سريع، او يتحرك الجهاز معك بحركة بطيئة، ومن هنا تحركه الحركة البطيئة. ايضا المسمار الافقي تفتح من هنا، تحرك الناظور حركة افقية سريعة جدا، وممكن تغلق تحركه حركة بسيطة من هنا. شوف ما يتحرك، تحركه من هنا. معك في الناظور اللي يكون معك هذا توضيح رؤية العامل. تمام. هذا التوضيح الشعيرة اللي تواجهني المشاكل هذه، احاول ان افيد بها الكثير من الاشخاص اللي ممكن يشاهدوا الفيديو. تمام. الشعيرة في الوسط في الناظور ممكن تضيع عليك وانت في الموقع، كمبتدئ تحصلها مشكلة. انا ضاعت علي، ممكن تتصل على فلان وفلان 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 وانت في الموقع وترتبش. لا، عندما تضيع عليك علامة الزائد الموجودة في الناظور اللي تسنتر عليها البريزما، وتشوف البريزما موزونة من العامل ولا لا، ممكن تشوف العامل هو وازن للبريزم او لا من خلال هذه الشعيرة. توضحها من هنا. تمام. وتوضح الرؤية للعامل من هنا، ومن هنا توجه صل العامل. مثلا العامل جاء عليك بعيد، ممكن أن تجلس تحركه يمين شمال حركة سريعة جدا وكبيرة من هنا. لو ما يثبت عليك بعدين من هنا توجهه الحركة البسيطة اللي هي يمين شمال. بعدين معنا زر التشغيل، هذا اون تشغل منه الجهاز. معك هذا ولا التقليب الامام والخلف والكذا والكذا في الخيارات. معك هنا الكتابة الارقام والاحرف. معك هذا الزر مفتاح انتر. معك F4 F3 F2 F1، هذه الازرار للاختيار. معك اسك للخروج من القائمة نهائيا. معك BS، هذه تستخدم انا من خلال استخدامي في الجهاز هذا استخدمها في الحذف عند الكتابة. معك معك SFT، هذه لتغيير معامل البريزم من بريزم الى ماني بريزم، او الى الكرت الصغير اللي حق تسقيط المباني. وايضا للتقليب في الخيارات، يعني تحول الى ارقام عند الكتابة، او الى احرف، او الى احرف صغيرة او كابيتال كبيرة. معك فنس، هذا التقليب في التقليب بين القوائم. نشغل الجهاز. بعد ما توزن الجهاز وزنت الفقاعة الجانبية بالحامل، انا عندي موزونة والله وزنتها في الغرفة ما شاء الله عليه. تمام. تشغل الجهاز، اختلت الوزنية هنا من هنا اون. شغل الجهاز من هنا. كثير هذا الجهاز ما على فيديو في اليوتيوب، فلذلك انا سجلت باللغة العربية. تشغله من هنا وتطفوا من نفس المكان. ايضا اول ما تشغله وانت اول مرة تستخدم راح تطلع معك الفقاعة الداخلية. احيانا ما تطلع معك كذا، يعني يستخدمه واحد قبلك وانت وصلت بتستخدمه، ما طلعت معك الفقاعة اللي هي الداخلية. ممكن تسوي من هنا اسك. تمام. اسك سوكيا من هنا. تقلب في القوائم فانس. تمام. اللي هي TILT، هذه تطلع لك الفقاعة الداخلية، الميزان الداخلي. ممكن تضغط عليها. انا الحين ما راح احاول العب بالمسامير. معك مسامير 2 للتسوية الافقية و1 للتسوية العمودية. تضغط على فانس. بعدها مباشرة خلونا نكون سريعين من اجل يكون الفيديو قصير جدا وما ياخذش عليه مساحة في التلفون. بعد هذا العمل كله، تمام، تغير معامل البريزم من هنا. أول حاجة نخرج للقائمة الرئيسية. بعد عملية الوزنية وكل حاجة معك عملية الربط. ممكن تنشئ الملف قبل بدء أي عمل من عند MEM. تضغط أوكي، يطلع لك علامات جوب. تضغط أوكي جوب. بعد جوب سيلكشن يكون الفيديو سريع. اضغط انتر، يطلع لك معك الملف هنا. ممكن تختار من ليست. تمام. تختار مثلا EMT1، المفروض انه EMR يعني اسمي بس غيرته. تمام. اضغط انتر. اوكي. معك تحت للتأكيد ممكن تختار نفس الملف فوق وتختاره تحت للتأكيد. تمام. تضغط ايضا ليست، تختار اسم الملف EMT1 ايضا انتر. تمام. بعدين تضغط اسك.
بعدين تنزل عن جوب نيم داتا اللي هي تسمية الملف، تضغط عليه. ممكن تسميه من هنا نفس ما شرحت لكم. مثلا ممكن اسميه انا اعيد تسميته، يتغير في الجهتين اللي سميتهن فوق حتى بعد ما اختاره. تمام. ام ار كابتل انا كاتب. مثلا احاول ان انا ابعد المسافه هذه من هنا. ممكن اغير انا للاحرف والارقام الصغيره من هنا. شوف الحين سمول معي، يكتب لي حروف سمول، ضغطه مره ثانيه يكتب معي ارقام اللي هو 1. شوف هنا كابتل ظاهره، ضغطه ثانيه سمول، ضغطه كابتل، بعدين اضغط انتر خلاص. بعدين ارجع لعند جوب سيلكشن، اختار اجي واغير لي AMR1 يعني عمرو 1. بعدين اضغط اسك. بعد ما انشأت ملفي خلاص اخرج القائمة الرئيسية، اجي وملف هنا مكتوب جوب عمرو 1. خلاص انا عاوز اربط من قائمة MEAS، تضغط F1 تطلع لك قائمة منيو، تضغط على قائمة منيو، معك عدة خيارات، انت ولا تختار اي خيار الا خيار ريسكشن. الريسكشن هذا الربط من نقطتين مرجعيتين معلومتين في الموقع. تضغط على ريسكشن اوكي، يطلع لك NEZ، تضغط انتر. بعدين توجه نحو النقطة الBM الأولى وتضغط عليها بيست يعني قراءة، تقرأ عليها. بعدين يطلع لك خيار، أنا الحين ما عندي نقطة، هذا الخيار هذه القائمة تطلع لك، تدخل ارتفاع البريزما وبعدين تضغط يس. بعدين يطلع لك القائمة اللي تدخل فيها إحداثية النقطة، دخل إحداثية النقطة بعد أن تقرأ عليها. ما في حاجة تدخل النقطة وبعدين تقرأ عليها، لا اقرأ عليها وبعدين دخلها. بعدين تسوي نكست اللي تجي تقريبا هنا في حدود F3. بعدين توجه على النقطة الثانية تضغط عليها أيضا بيست، بعدين تدخل ارتفاع البريزما، بعدين يس تمام. بعدين تدخل إحداثية النقطة الثانية، بعدين كلاك اللي يطلع لك الفوارق. بعد انتهينا من عملية الربط، معك عملية التسقيط. التسقيط أيضا من قائمة منيو. تمام. ادخل على كوردينيت هذه للرفع راح نشرحها. اول حاجه نشرح ستيك اوت. اضغط على اس بلس او اللي معناها ستيك اوت، انتر. تمام. انزل الى ستيك اوت داتا، تضغط عليه، دخل احداثيه النقطه اللي تبغاها. تمام. واللي هي النورث والاستنج والزد وارتفاع البريز، وبعدين تسوي طويل العمر والسلامه. اوكي تمام. تضغط اوكي بعد دخل البيانات. بعدين معك OBC اللي هي اقرأ. اول حاجة تصفر الزاوية، صفر الزاوية. شوف الحين سالب 5 مثلا معايا، ممكن اصفره لهنا. سيكون التصفير هنا صعب في الغرفة، بس المهم جدا انه يكون معك 0.00.0120. هذا المسموح لك. بعد ان تصفر الزاوية بهذا الشكل تضغط على اوبس. تمام. يلقط لك، انا ما راح يلقط معي، راح يعلق هنا، تطلع لك هنا الفوارق. اي واحد جديد راح تختلف معه عندما يضغط تحرك الجهاز. لا، انت تحرك الجهاز معك من هنا لان انت ما ثبته من هنا في الحركة. تمام. ممكن تعيد وزنه مرة ثانية، تصفر الزاوية، يطلع لك فوق تصفير الزاوية هنا. لو انا هنا لاقط على نقطة بنسقطها، انه يطلع لي هنا الفوارق معك. مثلا يطلع لك 5.55 يعني 5 متر بوينت 55 سنتي. تمام. الى مثلا سالب الى الخلف، موجب الى الامام. مثلا طلع لك 0.50 يعني معناها 50 سنتيمتر للامام او للخلف حسب الموجب والسالب. ممكن تطلع 0.05 معناها ان معاك 5 سنتي فقط. 0.007 او 8 او 9 او كذا يعني بالمليات. تمام. انتهينا من هذه العملية. بعدين يجي لك عملية الرفع. عملية الرفع ايضا من نفس قائمة منيو اللي هي تدخل كوردينيت، تضغط عليها انتر، تدخل على اوبسرفيشن. انا لغتي الانجليزية ضعيفة جدا. بعد ان توجه الى عند العامل تضغط عليه، وبعدين من هنا الخيارات اللي معك اوبس، ممكن ان انت تلقط على النقطة قراءة فقط، و E2 هذه حفظ. الكثير يواجهوا هذه المشكلة. أنا واجهت في هذا الجهاز مشكلة كبيرة جدا، ما في فيديوهات شرح كامل عليه، فلذلك أنا سجلت هذا الفيديو لعل وعسى أن يصل إلى شخص كان محتاج له مثلي. تمام.
بعدين معانا اللي هي إدخال بيانات وإخراج البيانات من MEDIA. هنا الفلاش معك فلاشة، وهنا معك قراءة الذاكرة. تركب الفلاش بحيث إنه يكون أقل من 8 جيجا، أو يعني بحدود 8 جيجا وأقل من 16، لأنه يستحمل ذاكرة الجهاز ويقرأ أول الجهاز، ويكون المفروض إنه USB 3، يعني المدخل حقه بلاستيك. تضغط من هنا اللي هي نعيدها مرة ثانية MEDIA. اوكي، تدخل هنا اللي هي موديل ميديا سيلكشن، اللي تختار منها نوع الSD اللي هي الذاكرة، او USB اللي هو الفلاش. بعدين تضغط اوكي، وبعدين تنزل لهنا لحفظ الملف في الفلاش سيف داتا ليد ناو بيت اللي هي لتصدير النقاط. 10 دقائق يمكن ياخذ لنا في التلفون حقي 200 جيجا الفيديو هذا. فيمكن أقسمه لكم على عدة أمور. ممكن نرجع لكم يا حبايبي لعند الخيار هذا اللي هو ADM، لأن البريزما معك معاملها 30 ملي. تمام، ضروري إنه يكون متغير هنا معامل البريزم. تمام، من ADM تدخل عليها، تختار فانس اللي يكون هو، تكتب هنا عند الBC -30 علشان ما يطلع لك فوارق. بعدين معانا القائمة هنا اللي هي HENG، هذه ما استخدمتها، هذه حق الانجل والكورد. نعم، مثلا لو نعمل رجوع، هذه اللي ندخل منها القائمة الرئيسية، هذه دخل الملفات من الفلاش، هذه إنشاء الملف. هنا لو نقول نضغط هنا نقلب، هنا في هذه القائمة قائمة منيو TILT اللي هي قائمة منيو اللي يدخل منها الستيك اوت والربط والكوردينيت اللي هي الرفع والكذا والكذا. تمام، TILT هذه اللي تظهر منها الفقاعة، الميزان الداخلي تأكد منه. تمام، بعدها معانا انجيل، هذه اللي يطلع معك ايضا اللي هي انجيل كوردينيت. بعدين معك ADM اللي تغير منها معامل البريزم. معانا خيار الثانية معانا MLM، هذه ما استخدمتها أنا. ريسكشن هذه المهم، هذا المهم في جهاز سوكيا 550 توتال ستيشن. طبعا الإطفاء طفوا من هنا ومن هنا. إن شاء الله أكون أفدت نفسي وأفدتكم في هذا الفيديو. أنا واجهت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، إن هذا الجهاز ما في له شرح في اليوتيوب، فحاولت أن أشرحه بأسهل الطرق.